شوز وشنط وحزام ب50,000 جنيه، وأسعار باليورو والدولار جوه محلات في مصر. كنت بتمشى بالعربية وبحاول اكتشف أكتر عن أماكن الخروج والفسح في التجمع. بصيت لقيت مول كده لاكجري قوي وكلاسي جدا وشكله كده جميل قوي من بره، فشدني كده ولفتني الانتباه ان انا لازم ادخل واشوف المول ده نظامه ايه وايه اللي جواه بالظبط. المول ده اسمه جاردن 8، موجود في التجمع الخامس القاهرة الجديدة. يلا بينا ناخد الجولة مع بعض ونشوف مع بعض مول الأغنياء اللي بيتكلموا عليه ده عامل ازاي. طبعا ده الانترانس بتاع المكان زي ما انتم شايفين بالشكل ده، طبعا عاملين بوابات علشان السكيورتي، وطبعا في اماكن كتيرة جدا كلوزد اريا واوبن اريا، كل ده هنتفرج عليه دلوقتي مع بعض. زي ما انتم شايفين كده ده بقى دخلنا دلوقتي المول ذات نفسه. زي ما انتم شايفين بقى حاجة فخمة جدا يا جماعة، والديكوريشن بالمنظر العام كله بالديزاين بالكلام ده كله حاجة بجد يعني تري شيك بجد. يعني كمان انا حاسة ان هو شيك وفي نفس الوقت سيمبل، اللي هو السهل الممتنع كده. حبيت بقى كده اطلع معاكم للدور التاني. زي ما انتم شايفين يعني حاجات كلها، كل ما تيجوا تبصوا من البلكونة بتاعة اي دور بتلاقوا ان هو في بانوراميك فيو بيبص على الجاردن والكلام ده كله، اللي هو اللي تحت اللي هو الفيو المطل بالمكان كله. وطبعا الدور الاولاني ده هناخده مع بعض دلوقتي لان هو ده اللي هيطلعنا على المنطقة اللي هي الاوبن اير. تمام، فخلينا كده نطلع الاول الادوار بتاعة المول ذات نفسه الداخلية، نتفرج على كل حتة او كل مكان جوه المول. بعد كده نبدأ بقى نطلع على منطقة الاوبن اريا من الدور اللي تحت. وجميع انواع واشكال المحلات اللي تتخيلوها واللي ما تتخيلوهاش موجودة في المول ده. يعني حاجات بجد اسعار غريبة مريبة، وموديلات كمان غريبة مريبة، والوان غريبة مريبة، وحاجات كده عجيبة الشكل. بس هي في حاجات بجد شيك، يعني فيها يعني مش قادرة اقول لكم، يعني في حاجات ترندي، في حاجات ستايلش، في حاجات سيمبل، في حاجات شيك، في حاجات نص نص، في حاجات تقاليع غريبة كده. يعني حاجات وفيها براندات عالية قوي، مثلا أرماني موجود، وفي حاجات تانية مثلا يفي سان لوران. كل الكلام ده كله هنشوفه كمان شوية. حاجات كده كتير قوي. وفي برضو محلات بتاعت سواريهات والكلام ده كله، وبتاعت اللي هي النايتس والكلام ده كله. كل الكلام ده موجود هناك. بس مش قادرة اقول لكم بصراحة اسعار هناك ايه، نار يا عبد الستار بصراحة يعني. وبالنسبة برضو للزون اللي جاي او المنطقة اللي جاية دي على ايدنا الشمال اللي انتم شايفينها دي، خلاص ده مكان كده برضو موجود في المول، ملحق بالمول، وحاجة جامدة قوي. بس خليكم معايا لاخر الفيديو علشان هفرجكم عليه. مش بس هنتفرج على المول ولا هنتفرج بس على منطقة الاوبن اريا، لا ده كمان احنا هنتفرج على المكان المميز قوي ده وعرفكم ده عبارة عن ايه. وزي ما احنا اتفقنا طول ما احنا ماشيين كده نيجي نبص من اي شباك كده في اي دور بنلاقي البانوراميك فيو ده لمنطقة الاوبن اريا. وبعدين بقى وانا بتمشى برضو في نفس الدور كده لقيت ان في محل بتاع فيرزاتشي موجود، فيرزاتشي هوم. فدخلت كده بقى اتفرج، لقيت ترابيزات بالذهب وكراسي بالذهب وحاجات معمول عليها اللي هي الديزاين بتاع فيرزاتشي. واللي لفتني قوي بقى الموديل الجميل ده، فسألت عليه لقيته ب900,000 جنيه. اخدت بعضي ومشيت. برضو ما سكتش وقلت هطلع الدور الثالث واشوف فيه ايه واتنقط وانقطكم معايا. ظهر بقى من الدور الثالث كده مول تاني برضو في الوش بتاع جاردن 8 اسمه ليفن سكوير تقريبا. تمام، ان شاء الله برضو هعمل لكم جولة فيه قريب ان شاء الله. لقيت بقى في الدور ده يعني حاجات كده هينة شوية لطيفة كده خفيفة بقى بتاع اللي هو الستايل بتاع الساحل والصيف والكلام ده كله، فلذيذ شوية واسعار الى حد ما مش وحشة. بعد كده اتمشيت برضو شوية لقيت محل اسمه دي ام جي وورلد بتاع دينا مغاوري، ده بتاع جولد وسيلفر وحاجات زي كده. وبعدين كله كان تمام كده في الدور ده، وقلت اخيرا هلاقي بقى حاجة اشتريها والكلام ده كله، لغاية ما دخلت للزون ده في الدور ده. ومش قادرة بقى اقول لكم اتفاجئت ازاي. يعني طبعا ده الاول ده محل بتاع جولري وحاجات زي كده. تمام، اكيد يعني ليه اسعاره الخاصة. وده زي كوافير والكلام ده كله. ده بقى ده اللي انتوا شايفينه، ده المحل اللي هو
الجميل ده. ده بقى اللي انا اتفاجئت بيه ان الاسعار جوه بالدولار يا عبد الصمد. فتعالوا بقى ادخل معاكم كده ونتفرج على يعني المكان اللي فيه الاسعار بالدولار واليورو والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين دي الموديلات بصراحة اللي فيه، بس هي بصراحة شيك جدا بصراحة، يعني وستايلش كده، يعني ليها ناسها اللي هتحبها قوي وليها ناسها اللي هتقولك ايه ده مش لطيفة. يعني زي ما انتم شايفين كده ده مثلا ب666 يورو. تمام، ده دريس كده قصير وفي شنط برضو غريبة كده، وفي حاجات الوانها حلوة قوي، يعني محل بجد فيه الوان جميلة جدا جدا جدا. وادي ده برضو كان ب1000 وشوية تقريبا يورو. بس فانا مستغربه بصراحه، يعني ان في محلات في مصر بتبيع بالدولار جوه مصر، مع ان المفروض ان في اغلب الاماكن جوه مصر المفروض يعني ان في حملات ولجان وكلام زي كده بتنزل اصلا على المحلات الطبيعيه بتفتش عليهم في البضاعه المستورده والعاديه وكده. فما بالك بقى ان مكان اصلا بيبيع بعمله غير عمله بلده جوه بلده، فازاي؟ انا مش عارفه. وفي نفس الدور ده برضو لقيت جيم من اشيك الجيمات الموجوده في مصر اللي انا شفتها، بصراحه حاجه جامده قوي. يعني خلصنا كل الادوار بقى بتاعه المول واتفرجنا عليها، يعتبر محل تقريبا ومكان مكان. نزلنا بقى الدور اللي هو الارضي اللي هيودينا على المنطقة المفتوحة في المكان. تمام، لقينا بقى عزة فهمي اللي هو المشهيرة قوي بالحاجات بتاعة الاكسسوري والكلام ده كله والفضة والحاجات دي كلها. ولقينا محل حلو قوي بيبيع اكل تركي موجود هو اللي هنقرب عليه دلوقتي مع بعض. ده بيبيع يعني كل بقى الاطباق التركية موجودة في المحل ده. تقريبا اسمه اوزيل لو انا بنطقه صح. لقيت ان المحل ده شيك جدا جدا، وبرضو على فيو الجاردن. ولقينا برضو ايف سان لوران موجود هناك، تعالوا نتفرج كده مع بعض عليه. حاجة اخر شياكة بجد من المحلات بتاعة البرفيوم والكوزماتكس بصفة عامة اللي انا دخلتها. كانت فيها يعني شياكة كده وأناقة في التصميم بتاعها. الديكوريشن بقى للنوتس الموجودة بتاعة البرفيومز كلها متوضحة. يعني تحت كل برفيوم موجود فيه النوتس بتاعته، يعني والبيز بتاع البرفيوم ايه، يعني كل الوصف مكون من ايه والكلام ده كله، كل ده كان موجود في البرفيوم. وده بيغنيني ان انا بقى افضل اسال كل شويه الشخص الموجود هناك. فبصراحه فكره عجبتني قوي. طيب احنا كده يعتبر اتفرجنا على المول بالادوار بتاعته بصفه عامه. فاضل لسه مكانين، المكان اللي هو المنطقه بتاعه الجاردن نفسها او اللي هي الاوبن اريا، وفاضل المكان المفاجاه اللي انا قلت لكم عليه وهو اسمه ميزون 69. تمام، ده بقى حاجه كده جامده كده برضو، هوريها لكم كمان شويه، خليكم معايا لاخر الفيديو. دخلنا بقى على المنطقه بتاعه الاوبن اريا. لقينا بقى محلات كتيره جدا موجوده، كلها موجودة في الجاردن. تمام، وبرضو يعني مقفولة بس برضو بتشوف الجاردن. تمام، وفي بقى مجموعة كافيهات كلها اللي هي في اللاين ده كله. واللاين برضو اللي احنا هندخل عليه دلوقتي مع بعض اللي هو على يمنا بعد ما نعدي من محل اللي هو بتاع الكلوثس والكلام ده كله، هنلاقي بقى الجاردن بقى ابتدت توضح قدامنا، وابتدى بقى يظهر المطاعم الإيطالي والكلام ده كله. المطعم ده يا جماعة من ضمن أجمد المطاعم اللي كلت فيها بيتزا في مصر حرفيا. بيتزا ايطالي بجد معموله زي ما الكتاب بيقول. اعتقد ان صاحب المحل كان اجنبي. تمام، حتى الستايل بتاعه زي ما انتم شايفين كده، التيبلز كلها بالارض بالحاجات كلها، حاجه جامده جدا. البيتزا كانت هناك وهم يا جماعه، ده اسم المطعم ايت اوتو. تمام، حاجه بجد روعه ورهيبه. شايفين برضو ده كمان ريستورانت تاني موجود في المكان، كله كده قعدات رايقه جدا وشيك قوي قوي. وتعالوا برضو نتفرج كده على اللاين اللي احنا يعني قلنا عليه في الاول واحنا داخلين المكان. خلاص ده بقى لاين فيه برضو مجموعة من الريستورانتس والكافيه، كلها حاجات حلوة جدا. وكلها الاعداد بتاعتها برضو في الجاردن كده، وفي منها متقسم، في منها لو حابين تقعدوا بره بتقعدوا، لو حابين تقعدوا جوه برضو مفيش مشكلة خالص. وفي برضو شماسي والكلام ده كله علشان الشمس والكلام ده كله، طبعا في الشتاء فيه دفايات والحاجات دي كلها موجودة. حاجة كلاسي جدا، حاجة كوزي قوي، حاجة ستايلش قوي، حاجة الفايبس بتاعتها جامدة جدا. حتى هناك لقينا اللي هو مطعم بيسترو. تمام، ده من اشهر المطاعم الموجودة في القاهرة وفي التجمع، وليه كذا فرع موجودين، ويعتبر من اغلى برضو المطاعم والحاجات دي كلها زي ميت موت والكلام ده كله. وطول بقى ما احنا ماشيين كده بنلاقي كافيهات
وريستورانت موجودة هناك كلها برضو زحمة كتير قوي وشباب، مليانة شباب كتير. خلاص برضو يعني يعتبر المول كده في مكان تمام في الجاردن. يعتبر ده يعني أدق وصف ممكن أقول مول كده تمام في الجاردن خلاص. وحوالين الجاردن دي يعني الجاردن دي داير ما يدور بتحيط بالمول كله، كلها بقى كافيهات ومطاعم ومحلات والكلام ده كله. تالت مكان والأخير بقى اللي احنا برضو بندخل منه من الجاردن ده بقى المكان اللي هو اسمه ميزون 69. وده يعني مكان كله كده يعني فلاورز وبرضه ديكوريشن وكلام ده كله للناس بقى اللي هي ايه غاوية تصوير، والحاجات دي كلها موجودة هناك. بجد الأجواء عجبتني قوي. ده عبارة عن ميزون، يعني اسمه ميزون ده يعني بالفرنسي يعني بيت تمام. عبارة عن ايه بقى البيت ده؟ عبارة عن مكان خلاص فيه محلات، تلاقوا محلات ملابس، تلاقوا محلات بيرفيومز، تلاقوا مكتبة للناس اللي بتحب القراية من أحدث الكتب الموجودة إنجليش وعربي موجودة، تلاقوا كافيه، تلاقوا بيكري، تلاقوا تيبلز للناس تقعد عليها مثلا يذاكروا عليها، تلاقوا برضو يعني كل حاجة موجودة في المكان ده. علشان كده هم سموا المكان ده ميزون 69 تمام. وموجود منه على فكرة فرع في الزمالك، ان شاء الله نبقى نصوره قريب. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشيروا الفيديو في كل مكان علشان برضو غيركم يستفيد، وتكتبوا لي في الكومنتس حابين نعمل جولات فين تانية مع بعض. ميرسي جدا ليكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي وتدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.